الحمد لله رب العالمين. الآن بفضل الله عملت عضوية مع شركة DXN القابضة. إيش أعمل الآن يا أخي يا جمال المسعدي، أو يا أخي القائد فلان؟ طبعا هذا السؤال تلقائيا طبيعي لكل شخص جديد يسأل هذا السؤال، سواء كان في ماليزيا، سواء كان في السعودية، سواء كان في الإمارات، سواء كان في قطر، سواء كان في اليمن، سواء كان في أمريكا، في مصر، في فلسطين. احنا الآن عندنا أعضاء بفضل الله عز وجل في العالم. فالشخص الذي عمل عضوية ايش يعمل الخطوة الذي بعدها؟ هذا اللي بنتعلم في الحلقة هذه إن شاء الله. طبعا أول شيء قبل ما نقول ايش يعمل لازم نبين للشخص الجديد، الأخ الجديد، إن فيه طريقتين لعمل العضوية. فيه طريقة من المكاتب وفي طريقة من الإنترنت، فيجب علينا أن نتعلمها، وكلها فيها مميزات طيبة. طبعا بالنسبة للناحية القانونية كلها نفس الشيء، ما في فرق بين الإنترنت أو المكتب، هي نفس الحقوق والواجبات والمميزات كلها موجودة. لكن أنت تشوف أنسب لك تكون أنت جنب مكتب، أفضل لك من المكتب ولا من الإنترنت، ولا إيش الأنسب لك؟ أنت تشتغل، الشركة تاركت لك المجال إنك تستفيد من كل الفرص المتاحة لديك والأنسب لك ولفريقك وللناس. ولهذا بعض الأخوة الذين جنب المكاتب يلوموا الناس اللي يستخدموا عضويات الإنترنت، واللي بعيدين عن المكاتب يتمسخروا على الناس اللي على اللي جنب المكاتب. يقول لك يا أخي ليش يصير المكتب خلاص عضويات من الإنترنت؟ والأصل إنها كلها فيها مميزات، وفيه مقطع تشوفه في اليوتيوب اسمه مميزات العضويات الإنترنت وعضويات المكاتب، كلها مميزات طيبة. طيب كيف تعمل عضويات من الإنترنت ومن المكاتب؟ هذه موجودة حلقة آخرة تعرفها. احنا نتكلم الآن عن شخص عمل عضوية، اللهم لك الحمد، رقم موجود، عضوية موجودة، حساب موجود بالعالم كله، يقدر يشتري في أي مكان من العالم خلال الرقم هذا تجمع له نقاط، يقدر يبيع من خلال الرقم هذا تجمع له نقاط، ومن خلال الرقم هذا آخر الشهر يستلم فلوسه الشهرية أينما كان من العالم بفضل الله. طيب احنا بنتكلم عن شخص موجود في ماليزيا. الشخص اللي موجود في ماليزيا هو محظوظ أكثر من أي شخص غيره. ليش؟ لأن هو عند المنبع الرئيسي، يعني الشركة الرئيسية الأم هي في ماليزيا. DXN شركة ماليزية منتشرة العالم، فكل المنتجات متوفرة، يعني فوق 120 منتج موجودة، لكن كثير من الدول مش موجودة كل المنتجات، لأن على حسب تراخيص الدول وعلى حسب الإجراءات وهكذا. أيضا الأسعار مختلفة هنا، أرخص شيء وأرخص دولة في ماليزيا، لأنه ما قد أضيفت إلى المنتجات حق تكاليف الشحن والتصدير والجمارك. أيضا بفضل الله عز وجل إن فيها نظام طلب المنتجات من خلال الإنترنت، مجرد أنك تطلب من خلال الإنترنت يجيبوها لك البيت حتى لو ما تريد تروح المكتب. أيضا عندك المزارع والمصانع ما شاء الله متوفرة عندك بفضل الله عز وجل، تقدر تروح وفريقك يشوفوا المصنع، يشوفوا المزرعة، يشوفوا المكاتب. لكن في بعض الدول لسه مش موجودة حتى مكاتب لسه، يعني عن طريق نقاط بيع أو أشخاص يروحوا يجيبوا مكاتب، فصعوبة إقناع الأشخاص الجدد. لما تقول للشركة ماليزية يقول لك لا هذه مش شركة، وأنت تدخل لك في تعرف الشخص الجديد لا زال مرحلة إنه كيف يعني تقنع الشخص هذا. طيب الآن نتكلم عن الشخص اللي في ماليزيا واللي في غير ماليزيا. اللي في ماليزيا يا أخواني الكرام الله يحفظكم، يعني الآن سوى عضوية. إيش المطلوب منه الآن؟ المطلوب منك لكي تستفيد صحيا وماليا من شركة DXN، أول شيء أنك تأخذ منتجات لك ولأهلك. أول شيء تجرب المنتجات قبل ما تكلم أي شخص وأي أحد من الناس. ليش؟ لأنك عندما تكلم ناس وتقول لهم منتجات طيبة وجميلة بيقول لك أنت قاعد تستخدمها ولا ما تستخدمها؟ فبتقول له لا، فيقول لك كيف تمدح لنا شيء أنت مش مقتنع فيه، أو أنت ما تستخدمها أو أهلك ما يستخدموه. وإحنا نتكلم عن شخص، نقول مثلا شخص يقعد يكلم
يعني الناس عن مطعم معين، هذا المطعم جميل، أكله جميل، أكل لذيذ، في يسألوها الناس ما شاء الله كل يوم تاكل؟ يقول لك لا أنا ولا أكلت مرة. على الناس على طول بيقول لك إذا أنت قاعد يعني تروج بس مشان الفلوس، أنت مش مقتنع. فأول طريقة أنك تستخدم المنتجات. أيضا لما تستخدم المنتجات تجد إيجابيتها وجمالها، الشيء الطيب اللي فيها، لأنها قوة الشركة وانتشارها في العالم بسبب المنتجات، إنها قوية وإنها طيبة وإنها استهلاكية يستخدمها الناس كلهم. ففي نفس الوقت تزداد قوتك وثقتك بالشيء الذي أنت شركتك اللي بتروج وتكلم الناس عنها وتكلم أهلك عنها. الشيء الرابع أنه أو الثالث والرابع أنك عندما تستخدم المنتجات في البيت تصبح أنت جزء من المنتجات، وأهلك وأولادك خلاص أنتم نفسكم تعودوا ما عاد تريدوا الأشياء الكيماوية، فتبدأ تستخدم الصابون، الشامبو، القهوة، المعجون، الأدوات التجميل، كل الأشياء هذه بطريقة صحية. فلما تستخدمها أنت تصبح أنت تصبح جزء من حياتك عادي. حتى لو تأخر النجاح، لو مثلا انشغلت أنت لسه ما بدأت تشتغل كتسويق، لكن خلاص تصبح أنت تستفيد صحيا وماليا. أيضا لما يجوا الناس يشوفوا في البيت يسألوك ما شاء الله إيش هذا المنتج، إيش الكذا، فتبدأ الشبكة تنمو، الناس يعني يعرفوك بمنتجك. فأول خطوة إنك تأخذ منتجاتك، تأخذ أقل شيء المثلث الذهبي. اللهم صل على رسول الله. هذا المثلث الذهبي يدخلوا في الإنترنت وتكتبوا إيش المثلث الذهبي أو في الجروبات، لأن العائلة كامل يقوي الطاقة، ينظف السموم، أشياء كثيرة جميلة فيه. والأشياء الشخصية صابون، شامبو، قهوة، معجون، بدل ما تشتريها من أي مكان تشتريها من الشركة بطريقة النقاط وبطريقة الصحية، تستفيد وتجمع لك نقاط ترجع لك بعد فترات. المنتجات مجانا. كيف مجانا؟ هذا في الخطة التسويقية، ادخل وتعلم فيها. إذن أول طريقة إنك تأخذ المنتجات. طيب أنا أخي في ماليزيا كيف أخذ المنتجات؟ تأخذ المنتجات عن عدة طرق. الطريقة الأول إنك أفضل طريق إنك تروح المكتب الرئيسي أو أي مكتب قريب لديك في أي منطقة أنت تشوف العناوين، وتروح أقرب مكتب تشوف المنتجات وتأخذ المنتجات من المكتب. لأن الشخص اللي هو مش عارف إن المكتب يصبح مكتبه. هذا المكتب خلاص الآن صار لك أنت مكتبك، أنت عضو في الشركة، أصبح المكاتب والمزارع والمصانع والمنتجات كلها بين يديك، كلها شركتك توفر لك كل شيء بالعالم. فلازم تروح تعرف مكتبك. مش معقول بدل الناس على شركتك وين مكتبك يقول لك أنا مش عارف وين مكتبي، أنت مش جاد في الأمر. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم تروح المكتب تأخذ المنتجات تحت رقم عضويتك، تبدأ تجمع لك النقاط. طيب إذن أول طريقة هي استخدام المنتجات عن طريق المكتب. وفي ماليزيا خاصة في المكتب الرئيسي في فرصة وفي مكاتب كثيرة إن في دكاترة يكونوا موجودين يفحصوا لك على جسمك، يعني عن طريق الأذن، تحط فقط سماعات الأذن أو يصور لك عينك ويطلع لك كل الأشياء الناقصة في جسمك. سبحان الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما كنت أعرف هذا الشيء. ويقول لك تحتاج للمنتجات التالي 1 2 3، ارجع لي بعد 6 أسابيع وشوف النتيجة. فأفضل شيء إنك تودي نفسك وأهلك أول شيء تعملوا تشخيص، تشوف إيش اللي عندك وإيش اللي كذا. طيب هذا بندخل فيه إشكالي، هل المنتجات طبية أو دواء؟ لا، هي مكملات غذائية، والدكتور هذا يشوف لك إيش الناقص جسمك من غذاء بفضل الله عز وجل. هذه منتشرة في ماليزيا. وتأخذ المنتجات اللي تحتاجها واللي يقول لك الدكتور اللي يفحص عليك، هي أفضل. طيب أنا مش مريض ولا فيني شيء. هو أنت مش مريض لكن في جسمك يحتاج أشياء، وأصلا لو أنت مش مريض تحتاج إلى حماية جسمك، مثل ما يقول لك واحد جسمي نظيف ما في شيء، ليش يطهر من السموم؟ طيب ما هو ثوبك نظيف، ليش لازم تغسله طالما وأنت في الحياة وتمشي وتروح بيتوسخ الثوب؟ نفس الشيء طالما هو جسمك جميل طيب، لكن أنت تأكل أشياء غير صحية، ما تتريض، عادم سيارات، حروب، مكيفات، يعني طائرات، هذه كلها سموم تتراكم في الجسم. أفضل أنك تنظف جسمك يوميا بهذه المنتجات الطيبة بفضل الله عز وجل. طيب ففرصة أيضا في دكاترة هنا موجودين في ماليزيا. طيب أخذها من أيضا من أين؟ بعض الناس يقول لك أنا بعيد المكتب، تقدر تشوف أقرب نقطة بيع، تأخذ عنوان المكتب الرئيسي والمدير أو من الإنترنت وتشوف أقرب مكتب عندك وتروح تأخذ منهم أو تطلب منهم يجيبوا لك للبيت. هذا النقطة الطريقة الثالثة اللي هي أونلاين.
من الإنترنت تقدر تطلب ويجيبوا لك العضوية والمنتجات داخل البيت. كيف هذا النقطة في ماليزيا تتعلمها، وفي أوروبا وفي أماكن كثيرة. إذن أول طريقة هي استخدام المنتج. طيب الطريقة الثانية إيش الذي أريد تعملها أنت كعضو؟ الآن بدأت خلاص استخدمت المنتج، فأنت تريد تنمو ويكون عندك دخل ورزق حلال. ما دام الشركة يعني جزاهم الله خير وأصلح الله شأنهم رفضوا أنهم يعطوا هذا المنتجات لأي شخص وكيل أو تاجر يحتكر المنتجات، وتركوا المجال لكل شخص برقم عضويته يصبح له دخل ويروج ويبيع ويشتري من خلال رقمه. فإذا أنا أستفيد صحيا وماليا، ليش ما أستفيد ماليا؟ فلا بد تتعلم. إيش تتعلم أو كيف تتعلم؟ تتعلم عن عدة طرق. أول طرق نفس ما تشوف الصورة هذه أخوة أعزاء أحبة انضموا معنا الأسبوع الماضي ما شاء الله جدد، من ضمنهم القائد الآن منطلق يعني بفضل الله عز وجل الأخ سعيد العمودي. هذا كان ما شاء الله في شركة أخرى ووصل مراحل عالية، لكن لما وجد الميزات الكبيرة هنا في ماليزيا ما شاء الله في الشركة الآن قرر أنه ينطلق مع ديكسن، وطبعا عنده مطعم وطموح، وتجدوا أشياء كثيرة طيبة إن شاء الله بتكون معه إن شاء الله. وأيضا ما شاء الله جاب على طول الأخ خالد اللبني الوجهة الطيبة اللي بجواره يعني. وهذه الطريقة الصحيحة أنك تبدأ تنمو أنت بكل الاتجاهات، نمو شامل يسموه، تنمو في صحتك، تنمو في فريقك، تنمو في معلوماتك. لأن بعض الناس يقعد يتعلم متى بتجيب ناس يقول لك بعدين، ليش ما تجيبهم تعلم أنت وياهم بنفس الوقت وتنمو شبكتك؟ فعلى طول أول ما سجل على طول أجا يعني مع الأخ خالد وضمه معه، وستجدوا من القادة هؤلاء أشياء طيبة. أيضا عندنا الأخ بكيل الملاهي ما شاء الله على طول جاء هو وأهله وزوجته وأولاده مشان يتعلموا وين مكتبهم وين شركتهم، وجاء مع القائد نجيب جعفر ما شاء الله، النجيب ياقوتي الحبيب قائد أكيد عارفين كلكم وقريب للماسي إن شاء الله. عندنا الأخ عدنان الفتاحي ما شاء الله، هذا الرجل الهمام أنتم تعرفوا في الجروبات أيضا اللي بجواري على اليمين. هذا الأخ عدنان طبعا، وجايب أخوة أعزاء أغلبهم جدد وما شاء الله جدد أخوة السودانيين ما نعرفهم. هذا الأخ نجيب جعفر، وهذا أخونا اللي قلت لكم سعيد العمودي، بكيل الملاهي خالد اللبني. وهذا مكتب الرئيسي، مكتب كولمبور الرئيسي مكتبنا، هذا المكتب يعتبر مكتبك. فإذا الآن ما شاء الله أنت دخلت في الخير هذا وبدأت تتعلم وتجيب الناس للمكتب، فعندك عدة طرق انك تتعلم اشياء كثيرة. اول شيء ايش كيف طريقة التعلم؟ عن طريق الدفتر. شوف هذا الان استمارات الان سويناها عضويات للاشخاص الجدد وقاعدين نعلمهم على طول في دفتر يجي تبع الشركة، فلا يجب عليك أن تشوفه وتشوف القوانين والأنظمة والمنتجات. فأول طريقة تعلم في الانترنت. ثاني طريقة في المحاضرات، في محاضرات في الشركة في المكاتب الرئيسي، وهو أفضل شيء إنك تجيب ناس يسألوا ويستفسروا. ثالث شيء في جروبات الواتساب، الفيسبوك، التويتر، أشياء كذا. رابع شيء في الانترنت، تكتب أي شيء في الانترنت تطلع لك يعني كل المعلومات. ايش اشتيك تعلم عن المنتجات، عن الشركة، عن الخطة التسويقية، عن كيف تتعلم، عن كيف تعمل. طيب افضل طريقة كيف ابني يعني الفريق، وهذه النقطة الثالثة. نحن اول استخدام المنتج، ثانيا التعلم وايش المنتجات واستخداماتها، ثالثا ضم الاعضاء، انك على طول تبدأ تضم الاعضاء. كيف تضمهم؟ تسجل انت 20 شخص تحت رقمك مباشرة وتعلم كيف يعلموا يسجلوا 20 شخص، وكيف يسدوا النقاط الشهرية 100 نقطة 200 300 يبيعوا أقل شيء، يجيك الدخل على طول بفضل الله عز وجل. طيب ايش فائدة اني اتعلم في الجروبات؟ لازم الجروبات فوائدها كثيرة جدا. يعني الآن انت دخلت الآن في التسويق الشبكي، فالشخص اللي تتواصل انت وياه القائد حقك المفروض هو يعلمك كل شيء. طيب هو مشغول وانت مشغول، ادخل في الجروبات اسأل، بتجد عالم من النجاح وعالم من الطموحين. ادخل 2 3 10 جروبات، عندما تسأل في الجروب هذا وفي الجروب هذا تجد هذا يجاوب عليك وهذا من تجاربه، فتخرج بأشياء كثيرة. ان كل شوية بيجيك اسئلة كما الاسعار كما النقاط، اشياء كثيرة فتتعلم. فانت تستخدم المنتجات وتعلم. طيب بعدين يجيك اخر الشهر شيكات، تروح تستلم شيكاتك من المكتب، تعطيهم رقم عضويتك، طبعا بيعطوك بطاقة تستلم فلوسك. وفي نفس الوقت ايش مثل هذا الاخ يعني يستلم الفلوس ويشتري منتجاتك الشهرية على طول بإذن الله عز وجل.
وعليك أن تتواصل مع القائد، يعلمك أيضا كل الخطوات، يعلمك ويدخلك الجروبات تبعه. اللهم صل على رسول الله. طيب كيف أقنع الناس؟ بعض الأخوة يدخل لك أول ما يعني يقول كيف أقنع الناس. أنت مش مطلوب منك تقنع الناس، أنت مطلوب منك أنك تسجل قائمة وتضيفهم، وإحنا اللي نقنعهم اللي قبلك. يعني أنت الآن لسه ما تعلمت سواقة السيارة، كيف تقنع الناس في سواقة السيارة؟ لازم أنت تجيبهم إلى مدرسة السواقة، هم يعلموك ويعلموهم في نفس الوقت. فكيف أسبق اللي من قبلي؟ إنك تجيب عدد كبير من الناس بسرعة وتعلمهم وتكونوا ضمن شبكتك، لأنك لو جبت 1,000,000 شخص أو بعت 1,000,000 منتج وما تحطهم تحت رقمك ما تستفيد أي شيء. فبكل بساطة إنك تستخدم المنتجات، إنك تدل الناس على المنتجات، تسجل أعضاء. ما شاء الله هذا يعني بشكل كبير، هذا كان الأسبوع الماضي، وهذا في كل لمبور قادة ما شاء الله، تأخذ العناوين والجداول، وأيضا تشوف الأعضاء اللي غير كل. طبعا هذا في علمناهم الحمد لله خطوات جادين، قاعدين يسألوا نعلمهم بفضل الله أول بأول خطوات. هذا الدفتر عند الأخ سعيد، دفتر الشركة، هذا ما شاء الله المكتب. القائد نجيب جعفر والقائد عمر الدرر، عمر الحداد، كلكم عارفين مسؤول الجروبات ما شاء الله. الآن يتعلموا في أشياء تتعلمها، كيف في الموقع الرسمي موقع الشركة كيف تسد النقاط، كيف تشيك الشيكات، كيف تشيك فريقك. فالتعلم هو طريقة التقدم، واللي مستعجل ما يشتي كل شيء بسرعة ما يصل بسرعة، لكن شوي شوي تستخدم المنتجات، تكلم أصحابك. طيب يا أخي جمال، أنا الآن أنتم ما شاء الله في ماليزيا ونجاح وطموح ما شاء الله، لكن إحنا في بلدان آخرة، كيف نسوي؟ كيف نعمل الآن؟ أنتم في بلدان آخرة، شوفوا المكاتب، أقرب مكاتب لديكم، وشوفوا العناوين، حط في الجروب وين المكتب. مثلا أنا في صنعاء، أنا في أب، أنا في السودان، أنا في أمريكا. طيب أنا وجدت هذه المكاتب كلها موجودة ما شاء الله، لكن أنا في فلسطين يا أخ جمال. كيف أسوي يا أخي جمال الآن الله يحفظك وأنا ما في مكتب في فلسطين؟ تسوي عضوية من خلال الإنترنت وتسدد النقاط، تخلي أي واحد مثلا في الأردن أو في الإمارات أو في الخليج أو في الكويت يرسل لك حوالة الفلوس على وين؟ على المكتب على بلادك. وإن شاء الله ما يفتح المكتب تقدر تستلم أنت على طول بإذن الله من مكتبك من البلاد اللي أنت فيها. طبعا هذا عالم من الناس يا أخوة والطموحين، فلا تترك نفسك يعني تتأخر، لأن المجتمع مجتمع جميل، كلهم مستعدين أن يساعدوك، كلهم مستعدين يعني تتحرك أنت وياهم بإذن الله عز وجل، لأن كل شخص يعني في دي إكسن هو يستفيد منك وأنت تستفيد منه. فالتأخر يعني خطأ كبير جدا. طبعا أنا أريد أقول لكم شيء، كيف تبحث. طبعا هذا الموقع الرسمي حق الشركة، كل المنتجات فيه، وفي مواقع عندنا يعني في اللهم صل على رسول الله مواقع بالعربي تطلبها نرسلها لك بالعربي. بس أنا أريد أقول لكم مثلا أنت تريد أسعار المنتجات، تكتب أسعار المنتجات، أسعار منتجات دي إكسن كلها في الإنترنت، لأن بعض الناس يظل منتظر لو ما حد رد عليه يقول لك ما حصلت أسعار منتجات دي إكسن. شوف هذا في الإنترنت إيش طلع لك الآن، هذا الأسعار. شوف في السعودية، في المدري وين، في مثلا هذا شوف وين تقريبا، هذا في السعودية ما طلع واضح هنا، الأيام شوية بطيئة الإنترنت. المهم هذه دفتر الأسعار، وهذه النقاط، وهذه أيوة هذه وين، هذه السعر نموذج طلبية ويا السعر. مثلا تشوف كل شيء، هذه في أي بلد وهذه في أي بلد آخر، وهذه في سعر منتجات باليمن، هذه باليمن بالدولار وغير الأعضاء كلها موجودة الأسماء والكلام. طيب أنا الآن أريد شيء ثاني اللي هو مثلا فوائد الفطر الأحمر مثلا للمنتج الرئيسي، تكتب فوائد الفطر أو مثلا ميكوفوجي. شوف الآن طلع لك فوائد الميكوفوجي كم طلع لك، مدونات والصور والكذا كل حاجة. طيب مثلا أنا أريد عند واحد مثلا ربو، اكتب ربو واكتب دي إكسن مثلا، دي إكسن. شوف بتجي لك تجارب منتجات دي إكسن، بشرى سار الأمراض الربو وأشياء كثيرة ما شاء الله، قاعدة هدى طهماز وقصة نجاح الربو من مدري إيش، فيديوهات كلها موجود.
طيب واحد يقول لك أنا لا سمح الله في واحد عنده سرطان، الله يكفينا ويكفيكم الشر، تكتب سرطان، الله يشفينا ويشفيكم ويبعد عنا كل المشاكل، السرطان. جي عندك هذا التجربة مع الغدة اللمفاوية، مقال بجمعية علاج السرطان، أشياء كثيرة يعني كثير. هذه مثلا الأخت القائدة أم فاتح حدثنا عن تجربة شفاها كيف شفاها الله من السرطان، أشياء كثيرة من داخل الإنترنت. أهم شيء تكتب كلمة دي إكسين. مثلا واحد عنده السكري، تكتب السكري، يعني أضحت لكم هذه. مثلا أنت تشتي تعرف إيش الماسي وإيش الكذا، تكتب مراحل دي إكسين، مراحل دي إكسين، خطوات ترقية العضو في دي إكسين مصر، اقرأ بس أنت المراحل في دي إكسين كلها موجود، يبين لك إيش النجم الماسي وإيش شركة دي إكسين في جدة في اليمن، شوف كلها موجودة عندك. طيب أنا الآن إيش تسأل مباشرة؟ تدخل على الجروبات، نضيفك الجروبات أو القائد اللي ضافك الجروبات أو كذا، مثل هذا اللقاء مفتوح، تلقى ما شاء الله أسئلة وإجابات ونضيفك كلها موجودة عندك، تنبيهات مثلا، كل التعليمات، كل شيء قدامك موجود بفضل الله عز وجل. عليك أن تبدأ تستخدم المنتجات وتبدأ تشوف أصحابك في كل مكان. طبعا في ناس يقول لك يا أخي أنا الآن عندي أشخاص في أمريكا، عندي أشخاص في الخليج. أيوة أنت سجلهم كلهم وشوف واسأل في الجروب. الآن عندي ناس في السعودية مثلا، أنا في ماليزيا، كيف أسوي معهم؟ اسأل في الجروب يعلموك كل الخطوات. المشكلة أنك إذا تأخرت تظل بكرة بعد هذا الخطأ. لكن ابدأ استخدم المنتجات وكلم الناس واستلم فلوسك، والله يوفقك ويسهل أمرك. وأي سؤال أي خدمات احنا حاضرين بإذن الله عز وجل. طبعا للأخوة الجدد اللي مش عارفيني، أنا أخوكم جمال مسعدي من اليمن، وهذه صورتي. أنا أحييكم وأشوفكم في الرحلات القادمة، في نظام الرحلات القادمة في الرحلات يعني في من العالم كله بفضل الله عز وجل، إلى ماليزيا وإلى دول أخرى عندهم كانوا في أوروبا الشباب ما شاء الله، والآن في الأردن. شوف الآن ممكن تكتب في اليوتيوب رحلات دي إكسن مثلا، شوف كيف بساطة كل شيء عندك الآن. وقرر أنت، قرر هو الإنترنت كل شيء موجود عندك. رحلة شركتنا المجيدة للأعضاء، الرحلة الدولية المجاني، كل هذه بس اكتب كلمة دي إكسن بتجد عالم من الزحمة وعالم من الناس وعالم من الجمال. هذا العالم إلى تركيا، هذه تركيا تقريبا. قرر أنت أنك تكون أنت المنطلق. وهذا ما شاء الله وين، وهذا أخوكم جمال مسعدي أيضا. طيب أنت الآن تريد أشياء قديمة مختصرة جاهزة، اكتب جمال مسعدي. جمال مسعدي بيطلع لك قناتي، القناة حقي، اكتب جمال مسعدي مقاطع الفيديو، بيدي لك آخر المقاطع اللي سويناها احنا، مثلا من كولومبور هذه كيف تسد النقاط الشهرية، الشراف مع النحو السفير، هذه لازم تشاهدوا الحلقات هذه أولا برنامج الطموحين مشان تعرف كيف تسوي قائمة، كيف تسوي أعداد، كيف كذا. فإن شاء الله تكونوا كلكم قادة وكلكم نستقبلكم استقبال جمال المسعدي. استقبال جمال المسعدي، إن شاء الله نستقبلكم أينما كنتم من العالم، الله يحفظكم. هذا استقبلناهم وين، أيوة هذا استقبلنا أحبتكم. هذا الدكتور إسماعيل الحبيب، وهذا المهندس حسن الكثيري، الدكتور السويدي سيف السويدي، وأخوة من أماكن كثيرة جو من الخليج، وكنا في المزارع في كدح. تقدروا الأخ عمر حداد، شاب عمر حداد، بكرة عامل أو بعد بكرة رحلة ما شاء الله لفريقه. طبعا الإنترنت شوي ضعيف، فأحمل أنت الرحلات لفريقك، عرفهم على المزارع، عرفهم على المصانع، لا تتأخر، لا تقول بكرة بعده. هذه الشركة بين يديك، وهذا الناس كلهم مستعدين يساعدوك، كل الناس، لأن الكل يستفيد. شوف جوانب الثقة، شوف طبعا يطول الله رسول الله، ما في مشكلة، انتم شوفوها براحتكم، بس مو أفضل طريقة هذه الآن.
جمعية أصدقاء البيئة وأصدقاء النخلة. فرصة من الخير من التعاون من ما في مجاملات ولا المجال مفتوح لك أنت تسبق الناس اللي قبلك، يعني إذا تحرك يومين